بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمم من تبع هداه ليوم الدين. قلناها مرارا وتكرارا، مش أول مرة نقولها، 200 مرة قلناها. أنا شاكك في موضوع تذكرتي ديا مع جماهير الزمالك، وطالبت أكتر من مرة إن شركة تذكرتي ديا تجيب بيان أو تعلن بيان بمباراة الزمالك والتذاكر والمبالغ بتاعتها. قلت أكتر من مرة قبل كده كتير في فيديوهاتي. فمفاجأة قالك ميزانية الزمالك 35 مباراة في الموسم اللي فات ب400,000 جنيه. ما حصلتش على كلام الناس ربع مباراة من مباراة الأهلي. وتذكرتي اللي بتعمل كده مع الزمالك بتأذي الزمالك. لو هي بتدخل الزمالك 400,000 دول بس في السنة، والباقي محدش عارف بيروحوا فين. شوف الفرق ان هي بتعمل ايه مع الاهلي، بترفع تذكرة الاهلي، فهي في دماغها لما ترفع تذكرة الاهلي بترحب بالجماهير الاهلي. لا، ده انت بتخدم الاهلي. هو الاهلي عامل ايراد السنة اللي فاتت 56 مليون جنيه قيمة تذاكر عن 35 مباراة، زي الزمالك بالظبط. هو 35 مباراة 56 مليون، والزمالك مكملش مليون. والفضل كله لتذكرتي. مش عارفين مين الصح ومين الغلط، هل تذكرتي اللي صح ولا الزمالك اللي صح؟ بالرغم ان جميع ماتشات الزمالك الاعداد بتبقى اضعاف مضاعفة عن ماتشات الاهلي. طب ازاي تبقى الاعداد مضاعفة وازاي ان الزمالك في ميزانيته 400,000 بس؟ ازاي؟ والجهبذ اللي بيقولك الاهلي السنة اللي فاتت احنا بعنا الارض ب800 مليون. لا، انتوا بعنا الارض ب1,600,000,000 جنيه. مفيش اي حاجة من دي ظهرت في الميزانية، وللأسف الشديد. مين يحاسب مين ومين هيحاسب مين؟ هل في خوف ورعب من الزمالك؟ هل الزمالك في حاجة ماسكها على الناس دي عشان كده مش قادرين يحركوا مش قادرين يحاسبوا مجلس إدارة الزمالك ده؟ هما شغالين زي المر.